أزمة وقود الغاز عادت مجددا إلى محافظة واسط. محطة البغدادي للتزود بالوقود والتي تقع على مفترق طرق كوت بغداد بدرة شمالي مركز الكوت أكدت أن سبب الشح في مادة الغاز هو تأخر وصول الشاحنات المزودة في الأوقات المحددة إلى المحطة، ما دعا المحطة تلجأ إلى أسلوب المناشدات لشركات التجهيز والمعنيين عبر الخطاب الإعلامي. عندنا أكثر حقول نفط ومحافظة منتجة للطاقة الكهربائية، عندنا محطة كهرباء الزبيد، وجاي نعاني من مشاكل كثيرة بهذه الموضوع. نرجو من المسؤولين بمحافظة واسط وشركة توزيع المنتجات النفطية يحلون هاي الأزمة. استمرار انقطاع وصول شاحنات الغاز إلى هذه المحطة بدأ يصل إلى مدة اليومين، وقد يصل إلى 3 أو 4 أيام مؤخرا، ما دفع الأهالي إلى التساؤل عن لماذية الأزمة الوقودية التي ضربها يقصد واسط دون باقي المحافظات العراقية، رغم أن محافظتهم تعد من بين أهم المحافظات النفطية. المحسن كمية محدودة. ليش كمية محدودة؟ يعني احنا بقيت عن المحافظات بغداد اكو هاي محافظات ما عندها كمية محدودة. ليش محافظة واسط كمية محدودة؟ يعني كل 4 أيام 5 أيام يلا يجي المحسن، وما تلاحظ ايش جاي يشوف، يعني محسن ماكو. الغاز همين، الغاز كل 3 أيام أو 4 أيام يلا يجي الغاز. يعني جاي نعاني أزمات متتالية. محافظة واسط تعتبر المحافظة منكوبة. نعاني من الأزمات، يعني الكوت بكل الخير كلها تعاني من الأزمات. هسه حاليا أزمة الغاز اللي هو سيارة بين يوم ويوم يطون، يعني أغلبية سيارات أهل الجنوب يجون يعتمدون على هالمحطة. ليش؟ لأنه تعتبر نموذجية ومركز مدينة، ويجي السائق ويقول له ماكو. محطة شمال الكوت النموذجية والمسماة بمحطة مدينة البغدادي تغذي الشمال واسط بغاز السيارات وجميع خطوط النقلية القادمة باتجاه بغداد من العمارة والناصرية. من محافظة واسط، أحمد العقيلي، قناة الجنوبية الفضائية.